الكابتن ده قصدي. جايز نمر بقى، جايز احيانا وجايز ان احنا نمر بحاجات بتوجعنا، وده شيء طبيعي جدا لاننا بني ادمين بشر، فده وارد وطبيعي. بس المهم ان احنا نتخطى الفترة ديت، وده اللي حصل ان شاء الله معايا النهارده. انا بقول لكم بحبكم كتير، وشكرا لاي حد كاتب لي تعليق في الفيديو اللي انا نزلت ان عمر فيه تعبان. شكرا جدا لاي حد دعالي ودعا لعمر ابني. وزي ما قلت احنا كلنا بنمر، محدش فينا ما بيمرش بلحظات صعبة في حياته. المهم ان احنا نتخطاها وما نقفش عندها. وبحبكم كتير، وشكرا للايكاتكم ودعمكم النفسي ليا. شكرا جدا. النهارده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. يلا بينا عشان ننزل مع بعض السباحه. تعالى هنا نتكلم بس. انا مش خايف. عايزه اقول لكم الدكتور لما قال لي خلي بالك يا مدام منه بالله عليكي شويه، ما كانش يعني يقصد بالمعنى ان يقلل مني كأم اتجاه ابني، لا، هو يقصد الدعم النفسي، ان انا ادعمه نفسيا. وانا والله العظيم يعلم ربنا ان انا بدعمه تملي نفسيا، بقول له احنا اقوياء، احنا احسن من غيرنا. طبعا عمر خلاص ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا 7/1 هيتم 6 سنين. فانا بحاول اتكلم معاه، احنا احسن من غيرنا يا عمر، احنا اقوياء جدا، لازم نقول الحمد لله. وحاولت بقى ان احنا نمارس حياتنا الطبيعيه. انا طبعا والله العظيم كنت موقفاه عن السباحه بقاله 8 شهور من تاريخ المرض 20 يناير. وطبعا الدكتور قال لي لازم يرجع السباحه تاني، ده لازم علشان خاطر عضلات رجليه، وعشان خاطر هو عمر عنده اساسا فجأة كده في يوم وليلة من غير أي مقدمات رجله وجعته. رحنا كشفنا عند دكتور العظام، طلب إشاعة، طلع عنده سقوط في مفصل الفخذ. بعد 2 شهر من الإشاعة، بنعيدها كل شهر، في تالت إشاعة اتعملت من تاريخ المرض، طلع عنده تآكل في مفصل الفخذ وكيس عظمي، وتآكل في مفصل الفخذ وكيس عظمي على الركبة كل 6 شهور نشوفه حميد ولا حميد ولا الشيء التاني الوحش. وتالت حاجة شرخ في الحوض. فالسباحة قال لي التمارين دي اللي هي رجله وضربات رجليه والكلام ده هي الحاجة الوحيدة المسموحة ليه. وبعد 3 شهور هنعمل إشاعة ونروح للدكتور. ولينا إشاعة تانية بنعملها كل 6 شهور، يعني واحدة بنعملها كل 3 شهور والتانية كل 6 شهور. فأنا والله العظيم أنا كأم مريت بلحظات ضعف، بس بما إني أنا الدعم الوحيد ليه كأم أو كل الأمهات، إحنا كلنا كأمهات أو أبهات إحنا الدعم الوحيد لأولادنا، أو إحنا أقوى دعم لأولادنا، لازم ندعمهم. فأنا قررت إن أنا أدعمه ومفيش أي حاجة. وبحبكم كتير وطولت عليكم. أنا هنا بقى إيه، عايزة أجيب لعمر عايزة أجيب له بنيه. تعالوا كده نختار. بصوا تعالوا نفتح دون كده. بصوا ده كده حلو قوي. وعايزه اجيب له كمان بورد، عايزه كمان اجيب له بورد. في هنا بوردات كذا واحد اهو. تعالى اشوف له واحد.
البورد والبونيه عجبوك؟ ايوه مبروك عليك يا روحي. بحبك قوي يا ماما. يا روحي مبسوط؟ قولهم باي. باي. هنشوفكم في يوم تاني. في فيديو تاني ان شاء الله. باي.